فيلمنا بيبدأ بيلينا وهي قاعدة فوق برج وبتقول إنها كانت فاكرة نفسها حزينة بسبب موت أختها، لكن اكتشفت إن جواها حزن أكتر من كده بكتير. وبنلاقيها بتقف وبترمي نفسها من فوق البرج، لكن في وقت معين بتفتح باراشوت لابساه وبتنزل في حتة معينة وبيبقى في حراسة شديدة على البرج، لكن بنلاقيها محترفة جدا في القتال وبتخلص عليهم بكل سهولة وبتخش المعمل السري. وبنعرف إنها مكلفة بمهمة من واحدة اسمها فالنتينا إنها تتخلص من حاجة سرية في المعمل، لكن بتلاقي إن الباب السري محتاج بصمة للدخول، فبتخرج من المعمل وبتكلم فالنتينا وبتقول لها إنها فجرت المعمل كله ومهمتها خلصت. وفي الوقت ده فالنتينا بتكون في المحكمة علشان متهمة إن ليها معامل طبية كتير بتستخدمها في تجارب على البشر علشان تعمل جندي خارق، وبيكونوا عايزين يعزلوها من منصبها واللي هو رئيسة الاستخبارات الأمريكية. وباكي بيكون حاضر الجلسة وعايز يتحكم عليها علشان متأكد إنها بتحضر لحاجة هتدمر العالم. فالنتينا بتدافع عن نفسها وبتقول إنها ما عملتش أي تجارب غير إنسانية على البشر، لكن بحكم منصبها في الدولة بتحاول إنها تصنع جندي قوي يدافع عن أمريكا علشان يتصدى لأي خطر خارق يهدد الدولة. والقاضي ساعتها بيحكم بتأجيل القضية. وبعد ما بتخلص الجلسة بتؤمر السكرتيرة بتاعتها واللي كان اسمها مال إنها تتخلص من كل ملفاتها السرية أو أي أثر أو أي شخص ممكن يدينها علشان الجلسة الجاية. وبنروح ليلينا وهي رايحة لأبوها ريد جارديان، وبيبان من كلامهم إنهم بقالهم سنة ما شافوش بعض، وبتقول إنها جات له علشان تاخد رأيه إنها تستقيل من الشغل مع فالنتينا علشان مش مرتاحة، وإنها وافقت تشتغل بس معاها علشان كانت فاكرة إن ده هيسد الفراغ اللي جواها من الحزن، لكن ده ما حصلش وإنها لسه حزينة. لكن ريد جارديان بيستغربها وبيقول لها إنه لما ساب شغله مع فالنتينا وبطلت تطلبه في مهمات حساسة حس إن هو ملوش لازمة وحياته ملهاش طعم ومفيش فيها حماس وحاسس بالملل. وهو بيتكلم بتروح تشوف صورتها وهي مع أختها وهم صغيرين، وبعد كده بتسيبه وبتمشي. ولما بتطلع بتكلم فالنتينا وبتقول لها إن هي عايزة تستقيل من الشغل، والغريب إن فالنتينا بتوافق بكل بساطة بس بشرط إنها تنفذ لها مهمة أخيرة وساعتها ممكن تستقيل براحتها. وساعتها يلينا طبعا بتوافق، والمهمة إنها عرفت إن في حد رايح يسرق ملفاتها من مخزنها السري وإنها تروح وراه وتشوف هو عايز يسرق إيه وتخلص عليه. وفعلا لما بتروح بتلاقي حد داخل للخزنة، ولما بتخش بتلاقي إنها خزنة فيها كل أسرار فالنتينا، وبتلاقي ورق عن مشروع لجندي خارق كانت عايزة تعمله واللي هيكون معروف باسم سنتري، وإنها كانت قوته هتبقى قوة خارقة لأبعد الحدود، لكن عملت الاختبار ده على كم كبير من الناس وكلهم ماتوا والمشروع فشل. لكن في الوقت ده بتلاقي شخص اسمه جون ووكر بيحاول يخلص عليها، وبيكون لابس بدلة شبيهة لبدلة كابتن أمريكا، وبيخشوا في قتال عنيف جدا. لكن وهما الاتنين بيتقاتلوا بتيجي جندية اسمها تاسك ماستر وبتضرب جون ووكر، ويلينا بتستغرب علشان فالنتينا قالت لها ان شخص واحد هو اللي هيسرق الخزنة، لكن بنشوف جون ووكر بيعرف يضربها ويهزمها. لكن في الوقت ده برضو بتظهر جندية تانية اسمها جوست وبتتقاتل معاهم وبتبقى قوية جدا، وكمان عندها قوة إنها تختفي. وكلهم بيخشوا في قتال مع بعض، وفي ظل القتال ده ترابيزة بتخبط في تابوت وبيتفتح، وجون ووكر كان هيخلص على يلينا بس بتعرف توقفه بتقنية من بدلتها. وفي نفس الوقت ده بنلاقي إن تاسك ماستر بتهزم جوست، وكانت لسه رايحة تخلص على جون ووكر، لكن جوست بتظهر تاني فجأة قدامها وبتضربها برصاصة في نص دماغها. وفي وسط القتال ده كلهم بيوجهوا السلاح في وش بعض، وفجأة بيظهر شخص تعبان وعمال يرجع، ولما بيشوف كل ده بيحاول يهرب لكن الباب بيتقفل وكل الأبواب كمان بتتقفل. وساعتها بيسألوه هو مين، وبيبقى مش فاكر أي حاجة غير إن اسمه بوب، لكن هما كمان بيسألوا بعض هما مين، وكل واحد بيشوف مين اللي بعته، وبيتصدموا لما يعرفوا إن كلهم اللي بعتتهم هي فالنتينا، وكمان بعتتهم بنفس المهمة واللي هي إنهم هيلاقوا شخص بيحاول يسرق الخزنة بتاعتهم وإنهم يخلصوا عليه. وبكده يلينا بتستوعب وبتفهم خطتها وبتقول لهم إن دي خزنة فالنتينا اللي فيها كل أسرارها، وإنهم كمان جنودها اللي كانوا بيخلصوا ليها مهمتها السرية، وإن فالنتينا عايزة تخلص من كل حاجة سرية تخصها قبل الجلسة الجاية ليها بما فيهم هما. بس جوست مش بتهتم لكلامهم وبتفعل قوة الاختفاء،
بس أول ما بتقرب من الباب بتتصدم بموجة صوتية كبيرة جدا، وبكده فعلا بيتأكدوا إنهم محبوسين هنا من فالنتينا علشان تخلص عليهم وعلى كل أسرارها. وفي الوقت ده بننتقل لفالنتينا وهي موجودة في حفلة مع شخصيات مهمة، وباكي كمان بيكون موجود في الحفلة. ولما بيلاقي ميل المساعدة الشخصية لفالنتينا واقفة لوحدها بيروح يقف معاها وبيقول لها إنه حاسس إنها مجبورة على الشغل مع فالنتينا، ولو حابة تقوله عن أي سر أو أي حاجة تدينها هو هيكون موجود، وبيديها الكارت عشان لو حابة تكلمه. وبتاخد الكارت وبتمشي وبتروح لفالنتينا وبتقول لها إن كل جنودها وملفاتها السرية بقوا في القبو زي ما هي أمرت، فبتقول لها إنها هتفعل الخطوة الأخيرة في الخطة وهي إنها هتحرق كل حاجة. وفعلا في الوقت ده بيبدأ العد التنازلي على الحرق، وبيعرفوا ده بسبب الحرارة العالية في القبو. وبما إن جوست حاولت تخرج ومعرفتش بسبب قوة الموجة الصوتية الكبيرة، فهم هيحاولوا يعطلوا الموجة الصوتية دي، وجوست هتعدي من الجدران بقوتها الخارقة وتفتح ليهم الباب من الناحية التانية. وبيدوروا على مصدر الطاقة للموجة الصوتية علشان يعطلوها. وهم بيدوروا جون ووكر بيلاقي تابوت مفتوح وبيبان إن في حد كان نايم فيه لوقت طويل، بس ساعتها بنشوف يلينا بتنادي عليهم علشان لقت مصدر الطاقة وبييجوا يفتحوه بيدمروه. وجوست بتجرب تعدي وبتعدي عادي فعلا، وبيكون باقي 20 ثانية، بس في آخر ثانية جوست بتفتح ليهم الباب وبيخرجوا قبل ما الأوضة تتحرق كلها بثواني. ومن شدة الانفجار كلهم بيتصدموا في الأرض، ويلينا بتقع جنب بوب وبتفتكر ذكرى مظلمة ليها وهي لما كانت مع صاحبتها وبتشوفها وهي بتموت قدام عينيها. والغريبة إنها بتشوف بوب معاها في الذكرى دي، ولما بتفوق من الذكرى بتلاقي إن إيديها كانت ماسكة في إيد بوب وبتستغرب وبتقوم. وفي الوقت ده بنشوف ميل وهي بتقول لفالنتينا إن جنودها السريين عرفوا يطلعوا من الأوضة قبل ما تتحرق، وإنهم غالبا دلوقتي بيتعاونوا مع بعض علشان يطلعوا من مخزنها السري ويخلصوا عليها. وبتوريها الفيديو وبتكون مستغربة من الشخص ده وإزاي عرف يخش للخزنة السرية بتاعتها، وبتقول لها إنها تحاول تعرف ليها مين ده. وفي الوقت ده بنشوف ريد جارديان وهو متنكر في السواق بتاعها، وبيكون سمع كل حاجة وعارف إن بنته يلينا في المخزن السري بتاعها وإنها بتحاول تخلص عليها. وبننتقل ليلينا وباقي الفرقة وبنلاقي إن جون ووكر وهو متعصب علشان عرف هو كل واحد موجود هنا ليه ما عدا واحد بس واللي هو بوب، وبيبدأ يسأله بتعصب هو مين وكان بيعمل هنا إيه، بس بيقوله إنه فعلا مش عارف، بس آخر حاجة فاكرها إنه كان بيعمل تحليل دم للمشاركة في بحث طبي، ولما فاق لقى نفسه في المكان ده. ويلينا بتقول لهم إنه ممكن يكون شخص مدني عادي، بس جون ووكر بيكون حاسس إنه بيكذب وبيقوله إنه باين عليه مريض نفسي وشخص تافه. بس يلينا بتروح وبتحاول تفصلهم عن بعض وتهديهم، وبتاخد بوب على جنبه وبتتكلم معاه وبتقوله إنهم لازم كلهم يتحدوا مع بعض علشان يخرجوا من المكان ده. وهم بيتكلموا بيكون جون ووكر عرف يفتح فتحة في الحيطة علشان يخرجوا من المكان. وبعد كده بنلاقي ميل مع فالنتينا في طيارة علشان رايحين لمخزنها السري علشان يخلصوا على يلينا والباقي. وهم في الطريق بنلاقي ميل وهي بتقول لفالنتينا إنها عرفت مين اللي شافوه في الكاميرات، اسمه بوب، وملفه كان من ضمن الأشخاص اللي اتعمل عليها تجارب في مشروع الجندي الخارق واللي كان اسمه سنتري. بس فالنتينا بتقول لها إنه مستحيل علشان كل اللي كانوا في المشروع ماتوا، وبتقول لها إنه فعلا كان ميت وكان في تابوت وحطيته في المخزن السري علشان تحرقه مع كل الأسرار، لكن بيتصدموا إنه كان عايش، ومعنى كده إنه ممكن يكون مشروعهم نجح وتكون فعلا عرفت تعمل الجندي الخارق سنتري. وبنروح ليلينا واللي معاها بعد ما جون ووكر عرف يلاقي لهم مخرج. لما بيخشوا فيه الباب بيتقفل وبيلاقوا نفسهم في نفق كبير جدا ومش عارفين آخره فين، بس جون ووكر بيقول لهم إنه هيتصرف وبيدفع نفسه بقوة كبيرة جدا لفوق، لكن بينزل جامد على الأرض وبيقول لهم إنهم في عمق كبير وملوش آخر وبيبقوا مش عارفين يعملوا إيه. وبوب بيقول إن هو عنده اقتراح، وهو إنهم هما الأربعة يمسكوا في بعض ويفضلوا يطلعوا لفوق، وبيعملوا كده لغاية ما بيلاقوا فتحة في نص النفق وبيبقوا مش عارفين يمسكوا فيها إزاي عشان لو حد ساب التاني كلهم هيقعوا. لكن فجأة جون ووكر بياخد عصاية يلينا وبيمسك في الفتحة، وجوست بتتعلق بعصاية في النفق، ويلينا بتمسك في رجليها وبتطلع شبكة من بدلتها بتمسك بيها بوب. وجون ووكر
فيبدأ يطلعهم كلهم واحد ورا التاني، وبيمسك في إيد بوب علشان يطلعه، وبيفتحوا الباب علشان يخرجوا من المخزن. لكن بيلاقوا إن فالنتينا جت ومعاها فرقة للاقتحام بقيادة الجنرال هولت علشان تخلص عليهم، لكن بتقول لهم إنها في شخص عايزاه حي واللي هو بوب علشان تثبت نجاح مشروعها. ويلينا واللي معاها بيحطوا خطة علشان يطلعوا من المكان ده، وهي هتستدرجهم للمخزن وهيقفلوا النور وهيبدأوا يتقاتلوا معاهم ويحاولوا يطلعوا بشكل سري. وفي الوقت ده هتكون جوست مستنياهم بره بشاحنة علشان يهربوا من المكان، وفعلا جوست بتختفي وبتطلع بره، ويلينا بتجهز القنبلة علشان تستدرجهم. وساعتها فعلا كلهم بيخشوا لما بيحصل التفجير، وجون ووكر بيستعد عشان يقتلهم، ويلينا بتقفل الأنوار. وساعتها بوب بيعتذر ليها إنه مش عارف يساعدهم علشان مش قوي زيهم، وبيقول لها كمان إنه بدأ يفتكر إنه لما راح البحث الطبي كانوا بيقولوا إنهم بيدوا مصل للأشخاص اللي عايزين يغيروا حياتهم ويبقوا أشخاص أقوياء، لكن هو حس إن مفيش حاجة اتغيرت وإنه لسه زي ما هو. بس يلينا بتقول إنها واثقة فيه إنه شخص كويس من غير ما ياخد مصل. وهما بيتكلموا بيكون جون ووكر بدأ في القتال مع الفرقة، فبيروحوا ليه وبيلاقوا إنه خلص عليهم كلهم. لكن ساعتها في جنود تاني بتخش للمكان ويلينا بتتقاتل معاهم، وبوب بيحاول يساعدها وبيعرفوا يخلصوا عليهم. وقبل ما جنود تانية تخش بنلاقيهم لابسين لبس الجنود وبيطلعوا كأنهم جنود مصابين، وبيطلعوا من قدام فالنتينا وجنودها، بس طبعا ما بتكونش عارفاهم، وبيقفوا على جنب وبيلاقوا جوست جت فعلا بالشاحنة زي ما اتفقوا. بيركب بوب ورا وبيركبوا هما قدام علشان يخرجوا، لكن بيلاقوا الأمن وهو بيقول ادي الكارت التعريفي بتاعك، بس بيقولوا له انه تابع للطاقم الطبي للفرقة ومعاه مصابين والمفروض يروح لأقرب مكان طب علشان ينقذهم. لكن برضه فرد الأمن مش بيوافق، وبيقول له إن لازم يديله أي حاجة تثبت هويته علشان يخرجوا. وبيعرفوا إن كده مفيش حل قدامهم غير إنهم يخشوا في قتال مع الفرقة كلها. لكن في نفس الوقت بوب وهو قاعد ورا بيكون سامع كل الكلام، وبيقرر إنه يضحي بنفسه، وبينزل وبيضرب بالسلاح علشان كل الجنود تروح عليه. وده فعلا اللي بيحصل، وساعتها كل الجنود بتضرب عليه رصاص بكل قوتهم. لكن فالنتينا لما بتلاقي إن بوب بتأمرهم يوقفوا الضرب حالا، وساعتها يلينا واللي معاها بيزعلوا عليه علشان ضحى بنفسه علشانهم، لكنهم بيكونوا متأكدين إنه مات خلاص، فبيسيبوه وبيمشوا من المكان. لكن ساعتها بنلاقي حاجة خارقة للطبيعة بتحصل، وهي إن بوب بيقوم تاني وإن الرصاص ما أثرش فيه. وساعتها كل الجنود بتتصدم، وكمان فالنتينا بتتصدم وبتفرح جدا إن مشروعها نجح وحولته للجند الخارق سنتري، وبيطير بارتفاع بعيد جدا عن الأرض ومش عارف إيه اللي بيحصل له أو يسيطر عليه إزاي. ومرة واحدة بيغمى عليه وبيقع، وفالنتينا وجنودها بيشوفوه هو بيقع، وكمان يلينا واللي معاها بيكونوا شايفينه وهم ماشيين، وبيتصدم بالأرض بقوة كبيرة جدا وبيغمى عليه. ومن شدة التصادم العربية بتاعتهم بتقع وبتبوظ، وبكده بتكون فالنتينا نجحت إن يكون معاها بوب وهو مغمى عليه. وساعتها يلينا واللي معاها بيمشوا على رجليهم بعد ما العربية اتدمرت، وهم ماشيين يلينا بتوريهم الورق اللي شافته في المخزن السري، وبتقول لهم معنى كده ان فالنتينا عرفت تحول بوب لسنتري. وساعتها بنلاقي يلينا واللي معاها هما لسه ماشيين كل ده في الصحراء وبيكونوا زهقوا من كتر المشي، وفجأة يلينا بتسمع صوت عربية فبيوطوا ويستخبوا، بس بتلاقي ان ابوها ريد جارديان ولابس البدلة الخارقة بتاعته، وبيقول لها انه بعد ما سمع من فالنتينا انها عايزة تخلص عليها جه علشان يساعدها، وفعلا بياخدهم في العربية عشان يمشوا شوية. لكن ساعتها بيتفاجئوا ان القوات اللي بعتتها فالنتينا بقت وراهم وبتضرب عليهم بالرصاص، لكن جون ووكر بيصد بالدرع، وريد جارديان بياخد ازازة الكحول وبيحطوا فيها قماشة وبيولع فيها وبيرميها عليهم، بس بيبقى من غير فايدة وبيكملوا ضرب فيهم برضو. ويلينا بتطلع وبتضرب عليهم وبتعرف تخلص على عربية منهم، وبيبقى لسه باقي عربيتين وراهم ومش عارفين هيعملوا ايه. لكن فجأة باكي بيظهر وبيفجر عربية بجهاز معاه وبيزود سرعته وبيروح للعربية الأخيرة، وفعلا بيعرف يخلص على آخر عربية. ويلينا واللي معاها بيفرحوا جدا علشان بيبقوا فاكرين إن جه علشان ينقذهم، لكن بيتصدموا لما بيلاقوه بيحط قنبلة في عربيتهم هم كمان وبتتقلب بيهم. وساعتها بياخدهم وبيربطهم علشان بيبقى فاكر
بيفتكر إن هما لسه شغالين مع فالنتينا، بيحاولوا يفهموه إنهم خلاص مش شغالين معاها وإنهم كمان بيحاولوا يخلصوا منها، لكن بيبقى مش مصدقهم وبيفكرهم بيكذبوا عليه. وساعتها بننتقل لفالنتينا وبتعرف من ميل كل المعلومات عن بوب، وبتعرف إنه بيعاني من مرض نفسي ومعلومات أكتر عن حالته وإزاي تخليه يثق فيها. وساعتها بتخش وبتقوله إنها صاحبة المشروع الطبي اللي هو قدم فيه، اللي كان معروف إنه هيطور الإنسان ويخليه أقوى، والمفروض إن كل اللي قدم ما استحملش الاختبار اللي هو، وده معناه إنه نجح في الاختبار وبقى بطل خارق واللي معروف باسم سنتري. ولما بيسأل على يلينا والباقي قالت لهم إن هم مجرمين وأشرار وكانوا بيحاولوا يستغلوه وإن المفروض هو ما يثقش فيهم. ولما بتمسك إيده علشان تقرب منه هي كمان بتشوف الذكرى المظلمة ليها لما كانت صغيرة وخايفة على أبوها عشان كان في مشاكل بينه وبين راجل عصابات، وشافته وهو بيموت قدام عينيها. ولما بتفوق من الذكرى بتفهم إن كده مشروعها نجح 100%، وإن فعلا بوب اتحول للبطل الخارق سنتري، بس هو مش عارف يتحكم في القوة دي ويستغلها. فبتبدأ معاه في الاختبارات. في الأول بيفشل، لكن بتفهمه إزاي يتحكم في قوته ويتحكم في كل حاجة حواليه. وساعتها عينيه بتنور وبيقدر يتحكم في الكوباية فعلا لغاية ما بتتكسر خالص، وبيبقى مستغرب من القوة اللي بقت عنده. وميل بتكون شايفة كل ده من الكاميرات وشايفة حجم قوته، وبتبدأ تقلق فعلا علشان لما مريض نفسي زيه يكون عنده القوة دي مش هيعرف يوظفها في المكان الصح وممكن يدمر العالم. وبتكلم باكي وبتقوله على المكان اللي هم موجودين فيه هم وبوب، وإنه يحاول يجي وينقذ الموقف علشان حاسة إن في حاجة خطيرة هتحصل. وساعتها باكي بيصدق يلينا وباقي الفرقة وبيفكهم وبيتحدوا كلهم علشان يخلصوا على فالنتينا واللي بتخطط ليه. وساعتها كلهم بيركبوا العربية وبيخشوا على المبنى اللي هم فيه وبيبدأوا يتقاتلوا مع الحراس الموجودين، وبيبقوا كلهم مع بعض قوة كبيرة جدا، وعلشان كده بيخلصوا عليهم كلهم بكل سهولة. وساعتها بيسمعوا فالنتينا وهي بتقول لهم إنها مستنياهم فوق وإنهم يطلعوا ليها، فبيسيبوا الحراس وبيطلعوا ليها فعلا في الأسانسير. ولما بتقابلهم بتفضل تستفز فيهم وتهزقهم، وفي الآخر بتقدم لهم بوب بعد ما حولته للحارس الذهبي سنتري، وبتأكد لهم إن كده مفيش حد هيقدر يعزلها من منصبها طول ما هي معاها سنتري وبيحميها، وبتديله أمر إنه يخلص عليهم. بس ساعتها يلينا بتكلمه وبتقوله إنها عارفاه وعارفة إنه مش هيسمع كلامها، بس طبعا فالنتينا بتكون سيطرت عليه تماما بسبب مرضه النفسي. وساعتها بيبدأوا معاه في القتال وبنتفاجئ من قوته، لأنه بعد ما عرف يتحكم في قوته بقى مرعب جدا، وإن فعلا مفيش حد خالص هيعرف يقف قدامه. وبيكون كمان بيعرف يتحكم في الرصاص، وفعلا بعد ما يهزمهم كلهم ما بيبقاش حل قدامهم غير إنهم يستسلموا وبيركبوا الأسانسير وبيمشوا. بس فالنتينا بتقوله إنه يخلص عليهم كلهم وهم في الأسانسير، لكن بنتفاجئ إنه مش بيعمل كده ومش بيسمع كلامها، وبيقول لها إنهم مش مضايقينه علشان يخلص عليهم، بس بتقوله إن المفروض لما أديلك أمر تسمع كلامي. وبنروح ليلينا والباقي بعد ما نزلوا وكانوا لسه بيفكروا هيعملوا ايه، بس يلينا بتقول لهم انهم خلاص خسروا المعركة والمفروض انهم ما يفكروش في حاجة تاني علشان مش هيعرفوا يهزموه. وساعتها كلهم فعلا بيحسوا بالإحباط وبيحسوا انها عندها حق، وبتسيبهم وبتمشي، وكل واحد فيهم بيروح في حتة وبيتفرقوا. بس أبوها ريد جارديان بيروح وراها وبيتكلم معاها وبيقول لها إن هو جنبها ومش هيسيبها، بس بتقوله إن لو كان فعلا مهتم بأمرها كان ما يسيبهاش لمدة سنة كاملة وما يكلمهاش وما يسألش عليها. وبتفكروا إنها كانت مميزة من صغرها لما كانت في الريد روم، وإنها كانت أشطر واحدة في كل الوكالة. وفي نفس اللحظة دي بننتقل لفالنتينا وسنتري وهو بيقول لها إن مفيش حد هيقدر عليه أو يهزمه. ولما بتلاقيه بيتكلم بالصيغة دي بتكون محضرة معاها جهاز بيخليه يغمى عليه علشان هي اللي عاملة المصل اللي خليته قوي كده، فعملت مصل مضاد في جهاز تتحكم فيه لو قلب عليها. بس هو كان بيمسكها ويخنقها قبل ما تدوس على الجهاز وبيقع منها وكان لسه هيموتها، بس المساعدة بتاعتها ميل بتلحق وتدوس على الجهاز وبتنقذها وبيغمى عليه وبتاخدها وبتمشي بسرعة. وبنلاقي سنتري وهو وشه كله بيتقلب لظلام، وفي الوقت ده الناس كلها بتشوفه بعد ما فاق وهو طاير في السماء. وساعتها فالنتينا بتعرف ان كده خلاص المصل ما بقاش يأثر فيه، وكان في حد من القوات بيضرب عليه لكن بلمسة واحدة منه بيحوله لظل وبيموته، وفي طيارات هليكوبتر بتيجي وبتضرب عليه بس برضه بيحولهم لظلام. وبما ان مفيش حد بيكون سايق الهليكوبتر فبتقع وبتخبط في برج، والبرج بيخبط في مبنى وبيبدأ الحطام يقع على الناس في المدينة. وريد جارديان كان شايف ناس هتقع عليهم
الحطام وهيموتوا، فبيروحوا وبينقذهم. ويلينا بتشوف سواق شاحنة مات وهيخبط أمه وبنتها، فبتروح وبتنقذهم. حتى كمان باكي بيروح ينقذ راجل ومراته، وباقي الفريق بينقذوا ناس تانية. وكان في صخرة كبيرة هتقع على ست، بس جون ووكر بيحوشها وبينقذها، بس بتبقى تقيلة جدا وكانت هتقع عليه، بس بتيجي جوست وريد جارديان وبيساعدوه لغاية ما الفريق كله بيجي وبيشيلوها معاه. وساعتها الناس بتبقى كلهم شايفينهم وبيسقفوا ليهم. وكان في بنت صغيرة هتقع عليها صخرة كبيرة، بس ريد جارديان بيروح وبينقذها، وكان لسه بيتكلم معاها لكن فجأة بيلاقيها اتحولت لظل. وسنتري بيقرب من المدينة وبيبدأ يحول ناس كتير لظل، فالناس كلها بتبدأ تجري من الشارع علشان ما يكونوش قدامه، لغاية ما بيبدأ يطلع منه ساحة ظلام كبيرة. لكن يلينا بتعمل حاجة غير متوقعة وبتبقى هي الوحيدة اللي واقفة، وريد جارديان كان عايز يمنعها بس الفريق بيمسكه. وبنلاقي ان يلينا بتخش للظلام برجليها، وبعد ما بتخش بنلاقيها بتفوق وهي عمالة تفتكر الذكرى المظلمة ليها، وكانت عايزة تمنع الذكرى وتغير فيها لكن بتضربها وبتفضل محبوسة، بس بتفك نفسها وبتجري بكل قوتها، وفعلا بتكسر السور ده وبتتنقل لذكرى تانية لما كانت صغيرة في وكالة الريد روم، وهي بتتدرب مع البنات على المسدس، وهي كانت أسرع بنت فيهم، وبتبقى عمالة تدور على بوب وسط ذكرياتها علشان تكلمه. وبتخش في مراية تانية فبتتنقل لذكرى تانية لما كانت وحيدة وحزينة وبتشرب كتير وبتحاول تنتحر، وبتنادي على بوب وبتلاقيه في المراية وبتقول إنها عايزة تتكلم معاه، وفعلا بيسمح ليها إنها تخش الذكرى بتاعته وتتكلم معاه. وبنلاقي إن الذكرى بتاعته لما كان شاب وبيلاقي أبوه بيضرب أمه، ولما كان بيحاول يمنعه كان بيضربه هو كمان، وبيقول لها إن دي أحسن ذكرى عنده علشان الذكريات التانية كلها أسوأ بكتير. وساعتها يلينا بتفهم هو ليه مريض نفسي، وبتفهم إن جواه شخصين، الطيب اللي قدامها هو بوب، والشخص التاني المظلم واللي عايز يحول كل شيء لظلام واللي هو سنتري. وبتقوله بلاش يسيب التحكم لسنتري ويفضل هو قاعد هنا من غير مقاومة، وبتحاول تقويه. لكن وهي بتتكلم كده بنلاقي حاجات غريبة بتحصل، وكأن عقله وذكرياته بيحاولوا يمنعوا إن ده يحصل، وكانوا فعلا هيموتوه. لكن ساعتها بنلاقي إن باقي الفريق دخلوا هم كمان للظلام علشان ينقذوها، لغاية ما بيقدروا يسكتوا الدوشة فعلا، وبيبقوا مش عارفين هيعملوا إيه. بس يلينا بيجيلها فكرة، والفكرة دي إن بوب قال لها إن أحسن ذكرى مظلمة ليه، فقالت لهم إنهم هيفضلوا يتنقلوا بين ذكرياته لغاية ما يروحوا للذكرى اللي بدأ فيها بوب يتحول للشخص التاني المظلم، وساعتها يمنعوه. وفي الوقت ده بنشوف في العالم الحقيقي إنه لسه بيكمل وبيخلي المدينة كلها تتحول لظلام وتختفي، بس بيكون الفريق بدأ يتحرك ويتنقل بين ذكريات بوب فعلا لغاية ما بيروح للذكرى اللي تحول فيها بوب للشخص المظلم، وهي ذكرى لما بوب راح للمختبر وهو يائس وحزين علشان حاسس إنه وحيد وضعيف، وكان رايح على أمل إنهم يغيروا حياته ويخلوه أقوى. ولما بيقوم بيلاقوا إنه شخص مظلم فعلا، ويلينا كانت عايزة تمنعه بس بيقدر إنه يكتفها ويكتف كل الفريق، وبوب بيحاول يمنعه بس الجانب الأسوأ منه بيقوله إنهم بيضحكوا عليه ومش بيحبوه وإنه مش مهم بالنسبة لحد. ويلينا بتقوله إنه بيكذب عليه بس بيمنعها وبيخليها تسكت، وبيفضل يستفز بوب وبيقوله ان الناس كلها بتكرهه وان مفيش حد بيحبه، فبيتعصب ويروح علشان يضربه ويهزمه لكن مش بيعرف، والجانب المظلم هو اللي بيفضل يضرب فيه. لكن ساعتها بوب بيقوم بكل غل وغضب ويفضل يضرب فيه، بس ساعتها يلينا وباقي الفريق بيفهموا خطة الجانب المظلم، وهي ان هو بيستفز بوب علشان يتعصب ويغضب ويتحول لمظلم من كتر الغضب، وده فعلا اللي بيحصل، وبيبدأ يتحول لمظلم زيه هو كمان بالتدريج، وبكده مش هيبقى فيه بوب موجود أصلا وهيتحول كله لظلام. ويلينا بتحاول تمنعه بس مش بيسمعها، فساعتها ريد جارديان بيساعدها وبيفكها، وهي رايحة ليه بتبدأ الذكرى تمنعها بس بتتغلب عليها وبتروح له فعلا، وقبل ما يتحول كل لشخص مظلم بتحضنه وبتقوله إنها جنبه وبتحبه. وساعتها كل الفريق بيفك نفسه وبيروح ليه وبيقولوا له إنهم جنبه وبيحبوه وإنه ما يتحولش زيه علشان هم حابينه وهو بوب، وفعلا بيلحقوه قبل ما يتحول وبيكونوا خلصوا على الجزء المظلم منه. وساعتها بيتنقلوا للعالم الحقيقي والشمس بترجع تاني والظلام بيختفي والناس اللي كانت اتحولت لظل بترجع تاني، وبنفهم انه لما كان بيحولهم لظل كان بينقلهم للذكرى الأسوأ في حياتهم وكانوا هيفضلوا محبوسين فيها للأبد. وهم واقفين بيلاقوا فالنتينا فبيتحركوا ناحيتها وهي بتجري منهم للناحية التانية، وبيلاقوا نفسهم قدام صحافة كتير، وبنفهم انها كانت بتستدرجهم لهنا علشان
علشان يبقوا قدام الناس وقدام الصحافة، وبتقول لهم إنها الفترة اللي فاتت كانت شغالة علشان تبني فريق خارق علشان يحمي البلد من أي شر، وبتبقى بتعمل كده قدام الصحافة علشان تحمي نفسها إن مفيش حد منهم يخلص عليها. بس يلينا بتروح وبتقول ليها إن هي اللي بعد كده هتنفذ الأوامر. وبعد كده بنشوف مشهد في آخر الفيلم وبيبقوا متجمعين كلهم في مقرهم الجديد، وبنشوف ريد جارديان وهو لابس بدلته الجديدة، وفجأة بتجيلهم مهمة جديدة وبيشوفوا سفينة جاية من الفضاء وبيبقى عليها شعار فريق فانتاستيك فور. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس، واكتبوا لنا في التعليقات الفيلم اللي نفسكم تشوفوه. سلام.